فيديوهات سابقة عملت لكم كستة الفروج محشية وكانت ناجحة بفضل الله تعالى. اليوم رح اسوي لكم اياها بصدر الفروج ونشوف الطريقة شلون طريقة رائعة وبتعجبكم بإذن الله تعالى، وشيء ولا أروع من هيك. تابعوا معي. أول حركة بدي أعملها، في عندي كاسة رز بسمتي أبيض غاسلها مظبوط بشكل مظبوط وناقعها ربع ساعة. بدي أنزلها، عندي هون مي سخنة، بدي أنزلها تنسلق تقريبا 3/4 السلقة. معلش، أول شيء بدي أنزل معلقة صغيرة ملح، وطبعا في عندي هون بقى عطرية، عود قرفة، 4-5 وراء غار، وفي عندي شيء 5 حبات هيل بدي أحطهم بهالشاشية هي. بسم الله توكلنا على الله. هلا هيك البقى العطرية بقيمها بكل رياحة، ما في داعي إني أصفيهم، يعني ما بتعذبني قيمتها، ممتازة. خليهم تقريبا شي 10 دقائق 12 دقيقة، يعني انه يستووا 3/4 الاستواء. لبين ما يستووا بدي اعمل تتبيلة الفروج. في عندي هون 800 جرام صدر فارمو ناعم يعني على الماكينة، وبقى انا بحط له كمان 100 جرام ليه بتعطيني طعمه زكاوي ولا اطيب من هيك. هلا بننزلهم مع بعضهم البعض، باقي عندكم موجودة ما في اي مشكلة يعني. وبدنا ننزل البهارات فوق منهم. في عندي هون معلقة كبيرة بابريكا حلوة، واللي بحب الحدة بحطها حدة ما في مشكلة. وفي عندي هون معلقة صغيرة كركم، الكركم بيعطيني لون حلو كتير إلها يعني. هون في عندي معلقة صغيرة بهارات فروج، وانا بنزل لكم اياها بالوصف باذن الله تعالى. بهارات الفروج هي كثير رائعة، بطبقها انا وبتطلع كثير روعة، بتعطيني طعم ولا اروع من هيك. عندي نص معلقة صغيرة زنجبيل، بتعرفوا الفروج بده زنجبيل اجباري. نص معلقة صغيرة فلفل ابيض، ومعلقة صغيرة ملح، وانتم حسب الرغبة بقى. هلا بنتم ندعكها لحتى تتمازج بشكل مظبوط يعني ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله بدكم تدعوا لي طريقة يعني كثير جدا رائعة والله، وتبيض الوش. يعني اذا عندك ضيف او شيء بتساويها، هي كثير رائعة يعني. هلا هيك تمازجت معي عندي بشكل مظبوط. هلا بدي اقسمها 6 قطع تقريبا، يعني الوحدة شغلت 150 جرام تقريبا. اذا في ميزان بالبيت بنزين فيه، ما في اي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما في ميزان تقديريا يعني. هي عندي هلا الفروجات قسمناهم 6 قطع، صاروا تمام عندي ممتازين. والرزات صار لهم شي 10 دقائق صاروا ممتازين. قرب الله ارجينا مصورنا العزيز، صاروا عندي رائعين جدا، صاروا مستويين 3/4 الاستواء، رائعين بحاجه. هلا بصفيهم بحطهم بوعاء مشان يبردوا، بعدين بنشوف شو بدنا نسوي. بسم الله. هلا نجي للمرحله اللي بعدها. في عندي هون 200 جرام صدر مقطع هيك مربعات صغيره، وعندي شي 50 جرام ليه. طبعا انتم بامكانكم انه تستغنوا عن الليه، يعني حسب انتم الرغبه. يعني اذا ما عنده رغبه بالليه زياده، بامكانكم شويه زيت صغار، يعني زيت مازولا او معلقه سمنه، انتم مخيرين بهذا الامر يعني. بنقليهم بيطلعوا ان شاء الله رائعين جدا. انا احط هلا هيك بس مشان يتحركوا معي رشه صغيره زيت بس، شايفين؟ هي معلقه تقريبا، وبنزلهم ان شاء الله مع بعضهم. بسم الله توكلنا على الله. طبعا انتم الحشوه مخيرين فيها، بامكانكم انه تجربوا فخاد فروج كمان ظريفه جدا يعني، او كستة فروج يعني، وبنقطعها هيك مربعات وبنقليها، يا اما مع زيت او سمنه او معليه مثل ما انا هلا سويت. كثير طيبه، بتعطيني طعم ولا اروع من هيك الفروج. بدي انزل البهارات تبعها، نص معلقه ملح، نص معلقه بهارات فروج، ونص معلقه فلفل ابيض صغيره كمان. طبعا بهارات الفروج تعطيني طعم ولا اروع من هيك. انا ان شاء الله بنزل لكم اياها بصندوق الوصف، وبتشوفوا شلون طريقه بتحبوها كلياتها، بس تطبقوها بتعبوها بمطربان اجاز، وايمتى بدنا نشتغل فيها بناخذ منها حسب الطلب يعني. تعطيني طعم ولا اروع من هيك. شايفين 4-5 دقائق صارت جاهزه عندي تقريبا. انا الساعه هلا بدها تفوت على الفرن يعني تستوي بشكل مظبوط، بس هي التشويحه بتعطيني طعم رائع جدا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يديم النعم يا رب. ما شاء الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا يليق بجمالك، حمدا يليق بكمالك، حمدا يليق بعظمتك، حمدا يليق بوحدانيتك، حمدا يليق بعظمتك، حمدا يليق بعطائك. اللهم فرجا لجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. هاي 5 دقائق تمام، صاروا ممتازين عندي وجاهزين ان شاء الله. على الرزات دغري مباشره. شايفين ما احلى المنظر؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمان بنخليهم يبردوا شوي تقريبا هيك جاهزين هذول. طبعا انا هون مجهز البطاطا والجزر والبازاليا، جهزتهم وقليتهم كمان نص تقلايه مشان نحطها فوق منهم، مشان ما اطول عليكم يعني. هون في عندي جزرتين صغار مقطعين مربعات صغيره ومقلايين، وعندي هون زبديه بازاليا بنزلهم. انتم بتقدروا تكتروا بتقدروا تقللوا، هذا شيء اختياري يعني. هلا لو زاد حشوه بنقدر نخليها على جنب جاهزه ايمتى ما كان بنساويها، ما في اي مشكله. شايفين؟ هلا بنحط البطاطات. بدي كمان بطاطايتين وسط كمان فوق منهم، بقليهم كمان بجهزهم. بنشوف الكميه اللي بدنا اياها بنحطها ان شاء الله. شايفين ما احلى المنظر؟ الوان متناسقه وكثير رائعه يعني. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله، والله منظر يعني عن جد بيفتح النفس ورائع جدا. أكلة بإذن الله بدكم تدعوا لي عليها كثير مو شوي بإذن الله. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله، والله يحميكم، يرفع عنكم البلاء، يستركم ويجعلكم من سعداء الدارين بإذن الله. هلا نجي لمرحلة الحشي. عندي هون شهبايتين هدول، أي
يعني شهبايات عندكم موجوده، اي نايلون موجوده عندكم، بندهنها بشويه زيت مشان ما تلزق معنا. الطبقتين دهنا هون، نعملها دهنه هيك بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اللهم اني تبرأت من وهم حولي وقوتي الى سعه حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. نجيب اول قطعه عندي بحطها بهالنص، نعملها هيك كبسه بسيطه، نجيب الشهبايه الثانيه بغطيها. بسم الله توكلنا على الله. وعندي هالصحن، اي صحن عندكم بده يكون مستقيم من تحت، بنعملها هيك كبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزه عندي بهالشكل هذا. بجيب زي الزبديه اللي عندي هي، اي زبديه موجوده عندكم ما في اي مشكله، بننزلها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقيم الطبقه الفوقانيه، شايفين دهنه الزيت ما بتقعد تخليها تلزق معنا. هلا بجيب الحشوه اللي عندي وبحشي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. قربوا شوي اللي عندي يا حبيباتي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بدي اعبيها بشكل مضبوط بهالشكل هذا، شايفينها؟ هلا بيجي طرف بفوتها لجوا بقى، بقلبهم هيك لجوا حتى اسكرها بشكل مضبوط يعني. يعني الشغله ولا اسهل من هيك، بس دهنه الزيت كثير ضروريه، شايفين؟ مشان ما تلزق معي يعني. كمان بنزل الطرف هذا فوق وبعمل لها الكبسه هي مشان تطلع معي 100%. شايفين هلا هيك؟ هلا مشان ما تعذبني انا نهائيا، اني مقطع انا ورق زبده يعني وبحطها هيك مشان انه هي بتلزق معي، بتعرفوا طريه انه الفروج، وبقلب على ايدي هالقلبه هي. شايفين ليش حطيت انا ورقه الزبده تحت منها؟ لانه هيك اسهل لي، وبكل الرياحه بتطلع معي وبتقعد معي بهالصينيه بشكل مريح جدا. شايفين؟ ولا اسهل من هيك يعني. طبعا كل الكميه اللي عندي بدي اساويها بنفس الطريقه وبنرجع لكم ان شاء الله تعالى. بسم الله. هي اخر وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يعطيك العافيه. انت حطها هيك بنص الزبديه وننزلها شوي شوي هيك، لا على الحشي مباشره. شايفين؟ مسك الجيلاتينه من هون من هون، بنلاقيها جاهزة ولا أسهل من هيك. بنصفها قدام إخواتها. دهنة جدا خفيفة بالزيت يعني مشان ما ينشفوا دوري معي بالفرن. طبعا الفرن أنا مشغله فوق وتحت على 220. هلا بشوف الوقت اللي بياكلوا بنقول لكم عليه إن شاء الله، لأنه بيختلف من الفرن لفرن، بتختلف الحرارة. دهنة خفيفة بسيطة، ولسه في عندنا مرحلة أخيرة هلا بنشوفها مع بعضنا البعض. 15 دقيقة تمام رح نطلعه من الفرن. ما شاء الله وكان، ما شاء الله ما شاء الله. هلا رح نحط الأشقوان عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هي دغري بنرجعهم شي دقيقتين ثلاثة على الفرن لحالها بتسيخ مباشرة. عملنا هيك عشان تتوزع وقت بتسيخ يعني. من دراية هذا منظر هيك حلو يعطيني. في عندي هدول نكاشات الاسنان، هدول خشب طبعا بنحطها هيك مشان ما تزيح، لانه بس تسيخ الجبنه ممكن تزيح البندوره، بعدين بنقيمها بس نفوتوا شي دقيقتين ثلاثة على الفرن، عملية تثبيت يعني. واحدة بكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. على الفرن طبعا هلا طفيته الفرن على حماوة الفرن، بدي فوته بعد ما حطيناهم 5 دقائق رح نطلعه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله. هلا هدول الخشبات خلصت مهمتهم، بنقيمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نجيب واحدة هيك نقسمها قدامكم. هلا بنقول هي الله يعطيك العافية خالصة. شايفين محلاها هيك؟ سحبت معنا بكل الرياحة. هلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبنقسم هيك سكين مثل هي. ما شاء الله. سحبة واحدة بنقول لها هيدي على جنب الله يعطيك العافية، وبنعمل لها الفتحة هي العجيبة. ما شاء الله وكان. اللهم صل على سيدنا محمد. أصروا الشباب إني يدقلون إياها. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله نوينا التقوي على طاعة الله. رائعة جدا، طعمه لا أروع من هيك، بهاراتها نفس العيارات تمام. وأنا إن شاء الله بحط لكم إياها بالوصف، وبحط لكم البهارات تبع الفروج يعني بهارات الدجاج كمان بنزل لكم إياها بالوصف مشان إذا حبيتوا تطبقوها يعني. الله يعطيكم ألف عافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا لك الحمد، حمدا يليق بجلالك، حمدا يليق بكمالك، حمدا يليق بعظمتك. اللهم لك الحمد عدد ما أمطرت السماء منذ أن بنيتها، ولك الحمد عدد ما أنبتت الأرض منذ أن دحوتها، ولك الحمد عدد ما تنفست جميع الخلائق منذ أن خلقتها. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا كل خير.